سي بنطقه ازاي في الانجليش؟ حرف السي. حرف السي في الانجليش بنطقه ازاي؟ حرف السي بننطقه سين ولا كاف؟ حرف السي بيتنطق باكتر من طريقه. ازاي؟ حرف السي في الانجليش اذا جه بعده حرف الاي او الاي او الواي بيتنطق كانه اس، زي كلمه سيتي. سيتي طبعا يعني مدينه، او زي كلمه سنتر. واخدين بالنا ان نكتب كلمه سنتر بطريقتين. ليه كتبها بطريقتين؟ كتبها سنتر سي ان تي ار اي، وكتبها بين قوسين تحت كده سي ان تي ار. احنا يمكن نكون بنشوف دي اكتر شويه، اللي هي اللي تحت دي. الانجليش ستاندر، الانجليزي البريتش ستاندر سنتر بتتكتب بالشكل اللي فوق ده سي ان تي ار اي، لكن سي ان تي ار دي ده امريكان انجلش، ده الانجليش الامريكان. فانا بالمره يعني حبيت نتكلم في الجزئيه دي، ممكن نتكلم في فيديوهات تانية عن البريتش والامريكان، بس دلوقتي هنتكلم في نقطه حرف السي بيكون ازاي. فحرف السي اذا جه بعده اي او اي او واي بيتنطق كانه اس، زي كلمه سيتي مثلا وكلمه سنتر. لكن حرف السي اذا جه بعده حرف الاتش هيتنطق يعني كانه ت وشين في بعض كده، زي كلمه chair. chair طبعا يعني كرسي، وزي كلمه choose. choose يعني يختار. لكن اذا حرف السي جه اي حرف تاني غير دول، غير ده وده وده وده، هيتنطق كانه كاف، زي الكي بالظبط، زي كلمه cup. cup cup يعني كوبايه، وزي كلمه كان. كان ليها معنيين. كان معناها علبة، اللي جاية منها كلمة كانز اللي هي المشروبات اللي بتبقى في علبة. كان معناها علبة، وبرضو معناها يستطيع. دي القاعدة بتاعت حرف السي. طيب احنا كده فهمنا قاعدة حرف السي. طيب في حاجة، طيب ما تيجوا نجرب القاعدة بتاعتنا دي، نشوف الكلام ده ايه يعني، صح ولا غلط؟ ما تيجوا نجرب الحكاية دي. تعالوا نشوف الكلمات دي. الكلمة الأولى اسمها special، الكلمة التانية اسمها social، التالتة commercial، الرابعة ocean. ايه ده؟ مش احنا عارفين ان حرف السي حسب القاعدة دلوقتي، حرف السي لو جه بعد دي اي او اي او واي هيتنطق كأنه سين. لكن الكلمة دي حرف السي هنا منطوق كأنه شين، زي كلمة special وزي كلمة social بتسمع كتير طبعا، اللي هي كلمة social media مثلا. زي كلمة سبيشال يعني خاص، والسوشيال يعني مجتمعي اللي جاي منها كلمة سوشيال ميديا، وزي كلمة كوميرشال، وزي كلمة اوشن. كوميرشال يعني تجاري، وكلمة اوشن يعني محيط. الكلمات دي واضح ان بعد حرف السي حرف الاي او الاي، مع ان احنا متفقين ان حرف السي اذا جه بعده اي او اي او واي بيتنطق كانه سين. ليه الكلمات دي حرف السي هنا بيتنطق شين؟ الكلمات دي بره القاعدة، بس احنا برضو عايزين نبقى عارفين ليه بره القاعدة. لان الكلمات دي اصلا مش كلمات انجليزية. هي اصبحت انجليزية طبعا، الكلمات دي دخلت اللغة الانجليزية واصبحت كلمات انجليزية اكيد، لكن الكلمات دي اصلا مش كلمات انجليزية. دي كلمات من اصل لاتيني. دي كلمات من اصل لاتيني اللي هو اصل الايطالي والفرنسي والاسباني واللغات دي اللي هو اللغة اللاتينية. فالكلمات دي دخلت اللغة الانجليزية، فالكلمات دي دخلت بالنطق بتاعها. معروف ان عادة لما الكلمة بتدخل من لغة للغة تانية عادة بتروح بالنطق بتاعها، حتى لو النطق بتاعها هيكسر قواعد اللغة اللي هي داخلة فيها، وده اللي حصل بالفعل. Thank you.